بسم الله الرحمن الرحيم. حمى الله مصر، حمى الله الجيش. مصر لن تنكسر. ما يحدث في السودان الآن من قوات الإرهاب، قوات الدعم السريع التي أنشئت في عهد الرئيس الإخواني محمد عمر البشير، إرهاب إرهاب إرهاب، ميليشيات متطرفة، ميليشيات إرهابية. نحن ليس إخوان، ليس أشقاء. عندما تتعرض العسكرية شرف العسكرية المصرية وعزة مصر، نحن ليس أشقاء أحد. لن يستطيع قائد قوات الدعم السوداني ومن يسانده أن يكسر معاذ الله العسكرية المصرية. عديم الأب الجاهل، هذا جاهل لا يجيد القراءة ولا الكتابة. قوات الدعم السريع التي أنشئت لارتكاب مجازر في السودان. أنت ما عملتش حاجة. القوات المصرية وفق المعاهدات العسكرية ووفق الأعراف والتقاليد العسكرية والاتفاقيات الدولية في مناورة عسكرية، مناورات وتدريبات مع القوات سلاح الجو السوداني. وضع الذخيرة بتاعتها ووضع التسليح ليس في وضع هجومي أو حتى وضع حراسة للمطار ولا القاعدة العسكرية، وما يحميها هي الجيش السوداني. استغلته في الظروف. لن تستطيع انك تلمس عسكري مصري. انت اجبل من كده. القيادة العامة للقوات المسلحة تتابع وعن كسب هذا الموقف اللا اخلاقي الحقير. ايه اللي احنا خدناه من السودان؟ ايه اللي احنا خدناه من السودان غير وجع القلب وقلة القيمة؟ ايه اللي خدناه من السودان؟ جعفر النميري أفشل مشروع التكامل مع أنور السادات. عمر البشير الرئيس الإخواني الفاسد المفسد أكثر نظام كره مصر، وعمل مع الترابي محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا. الحكومة الحالية بما فيها مجلس السيادة السوداني، بما فيها الجيش السوداني، أول من استقبل واحتضن رئيس الوزراء الإثيوبي بعد مقتل عساكر وجنود تابعة للجيش السوداني واحتلال الأرض السودانية. إيه اللي إحنا خدناه؟ عارفين اللي إحنا خدناه؟ إيواء فوق ال4 مليون سوداني في مصر. ما تقدرش يا جاهل، ما تقدرش يا فاسد أن تمس العسكرية المصرية. اسأل القادة بتوعتك في الجيش السوداني أين تلقوا تعليمهم؟ في الأكاديمية العسكرية المصرية. أنت جاهل ما يعرفش يقرأ ويكتب، زعيم عصابة، زعيم عصابة لا يعلم تماما ماذا يفعل. ميليشيات زي الحرس الثوري الإيراني، زي قوات الحشد في العراق. ده اللي كان هيورثوه لنا جماعة الإخوان المسلمين بالظبط، عشان ما نطلعش من الموضوع ونفرع الأمور. أنت أقل وأقزم من إنك تعلم على مصر بالبلدي. القوات المصرية ليس في وضع تسخير وذخيرة عشان تقول لي أنت ما أثرتش القوات المصرية. أنت دخلت القاعدة السودانية التي يحميها وفي حراسة الجيش السوداني. ما تقدرش والقوات المصرية لو في وضع ذخيرة وفي وضع حرب وفي وضع قتال انك تتجرأ تدخل عليها. لا تتجرأ. وعلى القيادة العامة والقائد الأعلى والقيادة السياسية أن تعي تماما أن الرسالة هي مصر. الرسالة هي مصر. نحن ليس أشقاء من يعتدي على السيادة المصرية. نحن ليس أشقاء من يعتدي على شرف وكرامة العسكرية المصرية. لا مزايدات على مصر. حمى الله مصر، حمى الله الجيش،
ووقانا شر الفتن، ووقانا شر الفتن والجهل. ده قطاع طريق رجاه الفريق البشير لرتبة فريق أول، لأن ساعد على قضاء على الاحتجاجات في دارفور. دي مصر يا دنجل يا بنجل يا دنجل، ده مصر، ده الجيش المصري. الجيش ده انت حمى الله مصر، حمى الله الجيش. تحية إجلال وتقدير لرجال قواتنا المسلحة المصرية، شرف العسكرية المصرية وعزتها. من أنت يا عديم الأخلاق وعديم الأدب؟ قائد قوات الدعم السريع أو مسمى بالميليشيات الإرهابية، عديم الأدب، عديم البروتوكول، عديم العلم، عديم التفكير، طامح سلطة. انتوا حرين مع بعض، بلدكم انتوا حرين مع بعض، لكن جيش مصر لا، جيش مصر لا، عشان مش هتكونوا في الدنيا. السلام عليكم.